في عالم يعج بالتوقعات ويستيقظ كل صباح على فكرة أننا نعرف ما الذي سيأتي لاحقا، يطل علينا نسيم طالب في كتابه البجعة السوداء كمن يدخل غرفة مضاءة بنور باهت ويزيح الستار فجأة ليكشف أن ما كنا ننظر إليه طوال الوقت لم يكن سوى جزء صغير من صورة أكبر بكثير، وأن ما نظنه ثابتا ومرتبا لا يحتمل في الحقيقة أي ادعاء باليقين. يبدأ الحكاية من هناك، من وهم المعرفة، ذلك الوهم الذي يجعلنا نرتاح لفكرة أن العالم مفهوم وأن أحداثه تسير وفق خط مستقيم، بينما الحقيقة أن التاريخ نفسه تحركه صدمات غير متوقعة، أحداث تنفجر فجأة لا يمكن التنبؤ بها لكنه تغير مسار العالم كله. هذه الأحداث التي يسميها الطالب البجعة السوداء ليست فقط نادرة بل غير متوقعة، غير قابلة للقياس، لا تظهر في النماذج ولا تظهر في التحليلات، لكنها حين تقع تترك وراءها ندبة على وجه الزمن. فكر للحظة في حياتك، كم مرة كنت تعتقد أن الأمور تحت السيطرة ثم جاء حدث واحد فقط، كلمة، لقاء، خسارة، مكسب، مرض، فرصة، فغير كل شيء، لم تكن تتوقعه، لم يكن ضمن حساباتك، لكنه أعاد ترتيب حياتك كما يعاد ترتيب قطع الشطرنج بعد انتهاء اللعبة. هكذا هي البجعة السوداء، تباغتنا لكنها الأكثر تأثيرا في مساراتنا. يأخذك نسيم طالب ببطء بين عالمين، عالم يسميه البلدنستان، عالم الرتابة والأنماط المتوقعة حيث التغييرات صغيرة متدرجة يمكن حسابها، وعالم آخر يسميه الإكستريمانستان، عالم التطرف، القفزات، الانفجارات، حيث حدث واحد يساوي آلاف السنين من التغييرات الصغيرة. العالم الحقيقي الذي نعيش فيه أقرب بكثير من إلى الإكستريمانستان، عالم يمشي على حافة الصدفة، وهنا يبدأ الكشف الأكبر. نحن نعيش في عالم تحدده القلة النادرة من الأحداث لا الكثرة المتشابهة منها، بضعة اختراعات فقط غيرت شكل الحضارة، بضعة اكتشافات فقط حسمت مسار التاريخ، بضعة قرارات فقط قلبت اقتصادات الدول بأكملها، ليس لأن البشر يتصرفون بطريقة خطية بل لأن الحياة نفسها لا تمشي على خط مستقيم. ومع ذلك نحن نعشق القصص، نعشق أن نحكي الماضي كما لو كان منطقيا، كما لو أن كل شيء كان متوقعا منذ البداية. نسيم طالب يسمي هذا الميل وهم السرد، فنحن نرتب الأحداث بعد وقوعها لنمنحها معنى، لنقنع أنفسنا أننا نفهم، لكن هذا الفهم متأخر دائما، يأتي بعد الكارثة، بعد المفاجأة، بعد البجعة السوداء. نحن نعيش في عالم تكتب قصصه دائما بعد الفصل الأخير، ثم يذهب إلى أعمق من ذلك ليكشف أن أكبر مشكلة ليست في أن العالم مليء بالمفاجآت بل في أننا غير مستعدين لها. علماء الاقتصاد، الخبراء، أصحاب التحليلات الباردة، جميعهم يعتقدون أنهم قادرون على التوقع، لكنهم في الحقيقة مجرد رواة يضعون أرقاما على قصص لا يمكن التنبؤ بها. ولذلك يشير طالب إلى أن الأخطر ليس الجهل بل وهم المعرفة. الحياة مليئة بما يسميه اللا يقين التام، وإن أردنا أن نعيش بذكاء علينا أن نتعامل معها كما هي، لا كما نريدها أن تكون، لا أن نتنبأ بالمستقبل بل أن نستعد للصدمة القادمة، أن نبني حياتنا بطريقة تجعلنا قادرين على الصمود عندما تهب العاصفة أو حتى نستفيد من الفوضى. هنا تظهر فكرة اللاسلمية، أن تجعل نفسك كائنا لا يتأذى من الفوضى بل ينمو فيها
أن تتحول من شخص يخاف المفاجآت إلى شخص يستقبلها كفرصة. فالبجعات السوداء ليست كلها شرا، قد تكون ثورة، أو قد تكون الثورة التي تفتح باب النجاح، الكتاب الذي يغير مصيرك، الشخص الذي يقلب موازينك، القرار الذي لم تفكر فيه يوما لكنه يصنعك من جديد. وفي رحلة الكتاب الطويلة يخبرنا طالب أن الحظ يلعب دورا أكبر مما نعتقد. لسنا محركي الحياة الوحيدين، هناك قوة خفية اسمها العشوائية تتدخل في اللحظة التي لا نتوقعها. النجاح ليس نتيجة الجهد وحده، والفشل ليس نتيجة سوء الاختيارات فقط. هناك جانب مظلم وجانب مضيء لهذه الحقيقة. مظلم لأنها تكشف حدود سيطرتنا، ومضيء لأنها تمنحنا مساحة للدهشة وللاستثناء وللنمو خارج التوقعات. كل شيء في هذا العالم يتغير فجأة، الأسواق، التكنولوجيا، العلاقات، المدن، وحتى الأفكار نفسها. وما نعتبره اليوم مستحيلا قد يصبح غدا عاديا جدا. لذلك يقول طالب: توقف عن التفكير بأنك قادر على التحكم بكل شيء، توقف عن البحث عن اليقين، اقبل الفوضى، تعايش معها، تعلم كيف تكون خفيفا، مرنا، قادرا على الانحناء دون أن تنكسر. كل لحظة نعيشها هي احتمال، كل خطوة تحمل وراءها عالمين، عالم نعرفه وعالم كامل لا نراه. وفي هذا العالم الخفي تختبئ البجعات السوداء التي ستغيرنا شئنا أم أبينا. الحكمة ليست في تجنبها، بل في بناء حياة تستطيع الصمود عندما تظهر، وتستطيع أيضا أن تلتقط فرصة الحياة حين تمنحك فجأة ما لم تكن تتوقعه. وإذا تأملت بعمق ستدرك أن حياتك أنت مليئة ببجعات سوداء صغيرة وكبيرة، وربما لم تنتبه إليها لكنك تشكلت منها. لقاء غير مخطط، كتاب صادفته صدفة، كلمة غيرت اتجاهك، باب أغلق ففتح آخر، حدث أربكك لكنه أعاد ترتيب داخلك. أنت نفسك نتيجة سلسلة من الأحداث التي لم تخطط لها. وهنا يكمن جمال الأمر، أننا نصبح شيئا آخر في كل مرة تصفعنا الحياة بشيء لم نكن نتوقعه. في نهاية هذا البودكاست يختم طالب رسالته بشكل غير مباشر: لا تبحث عن الطمأنينة في عالم لا يمنح الطمأنينة، بدلا من ذلك ابحث عن القدرة على فهم الفوضى، على التعايش مع المجهول، على الاستفادة من المفاجآت. فالحياة كما يقول ليست رواية تكتب منطقيا، بل سلسلة من الصدمات، منها ما يكسرنا، ومنها ما يعيد بناءنا، ومنها ما يرفعنا إلى أماكن لم نكن نحلم بها. البجعة السوداء ليست مجرد فكرة، إنها طريقة للنظر إلى الحياة، أن تدرك أن أجمل الأشياء قد تأتي من اللامتوقع، وأن أكبر الدروس تولد من العشوائية، وأنك أنت بالذات لست بحاجة لأن تفهم كل شيء، بل أن تكون مستعدا لأي شيء. هكذا يتحول اللا يقين من مصدر خوف إلى مصدر حكمة، ومن مصدر اضطراب إلى مصدر قوة، ومن لعنة إلى فرصة. وإلى اللقاء في بودكاست جديد.